عباس. لينكس. مرحبا للكل، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله تمام. رجعت لكم فيديو جديد، اول فلوق انه بعد نهاية شهر رمضان المبارك. اتمنى انه تشاهدون الفيديو للنهاية، واتمنى يكون عند حسن ظنكم ورضاكم، واتمنى بالبداية لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. كان في هذا اليوم هو يوم العالمي للماراثون في ألمانيا، وهو يوم يقام مرة بالسنة في كل دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في كل دولة ألمانيا، ويشارك بمختلف أطياف المجتمع الألماني من كبار العمر، المدارس، الجامعات، الكل في هذا الماراثون. وكذلك أيضا تشارك في مختلف من بقية الطوائف من بقية الدول العالم، فهو يوم عالمي. فبهذا اليوم أنه عباس أيضا شارك بهذا الماراثون. هو صار له تقريبا 6 أشهر هو يتدرب على هذا الماراثون، فكان هو هذا اليوم يوم يعني الحاسم للمسابقة. وصادفوا هذا تقريبا ثاني يوم العيد. رحنا لهذا المكان. فأول مرة صراحة أجي لهذا الماراثون صراحة. شفت الأعداد الهائلة من الناس، من كبار العمر ومن الصغار. من كذلك أيضا الحلو بيه إنه حتى ذوي الاحتياجات الخاصة لهم حق المشاركة بهذا الماراثون، يعني ما يحسسوهم أنهم مختلفين عن المجتمع وأنهم ما يصير يشاركون بهذا. بالعكس إنه سمحوا أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة إنه يشاركون به. فكذلك عباس شارك بهذا الماراثون، وخصصوا له عربة خاصة إنه يقدر يدفعها بإيده ويشارك بالمسابقات. يعني مثل ما قلت لكم هو صار له تقريبا 6 شهور هو كان يدربون به، وكانت عنده مدربة خاصة، هاي هسه قاعد تشوفونها، هي تبقى وياه تدربه على المسابقات. هنا أنا مثل من أول ما وصلنا انتظرنا تقريبا 2.5 ساعة، لأن هم قالوا لنا الساعة 10 لازم نجي تجون، ولكن للأسف هو لازم الساعة 12 تبدي المسابقة العباس، وكان الجو شوية بارد، بحيث هذا أثر على عباسي وحس بشوية هو ما يتحمل البرد، فحس شوية بتعب. وهنا بقينا ننتظر إنه زميله يسلم الراية لين ما يتحرك، لأن اللي يكون زميله يجي يسلم الراية ويسلمه هذا الأسوار يحسب قد المدة اللي مشاها أو انطلقت السرعة بيها، حتى يحسبون إنه قدر يتجاوز الوقت المحدد فترة قياسية أو لا. فظلينا منتظرين، ولكن للأسف إنه زميله أيضا اتأخر من وصل. هو كان المفروض 12 إلا ربع يوصل، ولكن وصل تقريبا الساعة 12، يعني ربع ساعة تأخير، وهذا يأثر عليهم بعدين. بس عبوسي يعني ما شاء الله عليه، عين الباردة عليه، يعني خلال انطلاقه يعني ما طول 35 دقيقة، وهي فترة قياسية جدا، بحيث وصل حتى قبل الوقت المحدد، لأن هو بذل جهده كلش هواية، فوصل قبل الموعد المحدد. هنا مثل ما تشوفون اجا زميله، هذا لابس نظارات السود، اجا يسلمه الراية مالته، وبعدين يبدي ينطلق عبوسي. هي مسابقات الماراثون تقريبا للأطفال من 5 كيلومترات إلى 10 كيلومتر، أما للبالغين من 20 كيلومتر إلى 40 أو 44 كيلومتر. هاي لازم يكون يركضون بها، وخلال فترة قياسية لازم يوصلون بالوقت المحدد. في حالة فازوا بهذا الماراثون يخصصوهم جوائز، وهي إذا كان هو بالجامعة يخصصوا له مدة سنة كاملة إنه الأكل مالته يكون على حساب الدولة، وإذا كان مثلا مو بالجامعة أو المدرسة إنه يخصصوا له أيضا يعطونه كارت ب200 يورو، إلى حق يروح للأسواق يشتري شنو اللي يحتاجه وشنو يريده بهذا الكارت. هنا عبوسي انطلق عبوسي بالماراثون.
لازم 5 كيلومترات لازم نطلق بيها. فأنا هنا سوينا إنه ما نقدر نشوف عباسي وين وصل ويا مكان وصل، فحبينا إنه نبقى وياه على طول الطريق، إنه حتى يتحفز أكثر من يشوفنا وياه وقاعد نشجع بيه. فاضطرينا أنا وزوجي إنه نروح نفتر من مكان ثاني حتى نشوف وين وصل عباسي، وين يعني نقدر نلتقي بيه بيا محطة. فرحنا بس لاحظنا إنه أغلب الشوارع كانت كلها مسدودة، يعني مثل ما تشوفون هو يوم عالمي للماراثون وما مسموح للسيارات تفوت، فمما اضطرينا إنه نفوت بالأفرع أو نغير من طريق الطريق. يلا قدرنا نوصل للمكان اللي عباس متواجد بيه. وبعد ذلك أيضا انطلقنا رحنا للمكان النهائي، المركز النهائي اللي عباسي لازم يسلم الراية الزميله الثاني. هنا وصلنا للمكان قبل المنتصف، يعني قبل النهائي، وظلينا ندور على عباسي. هنا شفنا عباسي اجى، مثل ما تشوفون تشجيع الناس إليه، يعني رادوا يحفزوه أكثر، لأن هو كان الوحيد اللي بالعربانة قاعد يمشي. فهو من شاف تشجيع الناس إليه تحفز أكثر وأكثر، وصار يدفع العربانة بشكل سريع. وكلش حلوة هاي المسابقات، يعني أيضا هي رياضة وأيضا تحفيز الناس على الرياضات وعلى المسابقات. ويعني هنا وصل خط النهاية عباسي بسرعة قياسية، ألف الحمد لله والشكر، وفاز هو بالمسابقة خلال فترة قياسية، وهذا الشي كلش حلو. فكان إنه راح يسلمونه جائزة، هي ميدالية وكاس وبعد ما أعرف شنو تو، ولكن لأن عباس تعب وما قدر إنه ينتظر إلى أن يسلموه جائزة، فقال لا، أريد أروح للبيت وبعدين أرجع. ولكن للأسف بعد ما كملت المسابقة حاولنا نرجع مرة ثانية إنه نستلم الجائزة. عباس بيها تدهورت صحته وحس بتعب كلش قوي، لأن ما متعود. هو من النوع اللي ما يتحمل التعب، وخاصة إذا 5 كيلومترات العمرة شوية صعبة عليه. فحس بتعب وحس بدوخة. اعتقدت إنه هذا الشي عادي، ولكن مع الأسف إنه دهورت صحته. مثل ما تشوفون أكثر بدأت جسمه يتعب، صارت عنده ارتفاع درجات الحرارة، استفراغ، وضعه الصحي جدا دهور مثل ما تشوفون. وما اضطراني إنه أوديه للمستشفى، حتى قلت يمكن يسووا له تحاليل، يمكن يسووا شي، ولكن للأسف ندمت إنه وديته المستشفى. نهائيا ما عالجته ونهائيا ما انطوه أي شي، مجرد بس قالوا لي إنه خلي يشرب مي وخلاص. يعني هو الطفل كان استفراغ عنده وكان عنده إسهال، المي راح شي يسوي له، وخاصة هو الإسهال والاستفراغ لازم علاج، لازم محاليل الواحد ينطيه، لازم مغذيات. ولكن هذا الفشل الطبي بألمانيا هذا احنا قاعد نعاني بيه ونعكس علينا. فاحنا نقول بس الله يعيننا على هذا الإهمال الطبي اللي عندهم. يعني صراحة كلش تأذيت وكلش تألمت وظليت محتارة إنه إيش أسوي للطفل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فمثل ما تشوفون هو بالمستشفى. إن شاء الله أحاول الجزء الثاني أصوره لكم وأطمنكم على حالة عباسي. أتمنى أنه استمتعتوا بالفيديو وكنا خفيفين ظل عليكم. أتمنى أشوفكم على الفيديو الجاي. مع ألف سلامة.